رد على الجمهور اللي قال احنا مستنيينكم لان الزمالك عظيم، الزمالك كبير، الزمالك النادي الوطنيه وكرامه، الزمالك حدوته مصريه، الزمالك وطنيه وكرامه من 1907 حتى الان. خالد الزمالك هو اللي قاد ثوره تصحيح او تمصير الانديه المصريه سنه 1917، فاذا الزمالك ده كبير. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ضرب في المليان. يا جماعه حد يفهم الناس اللي بتطلع على قناه الزمالك انهم على قناه الزمالك مش قناه الاهلي. يعني احنا نخلص من الاستاذ عمرو الدرديري، يجي لنا الاخ عبد الشافي صادق بيقول لك نادي الزمالك اتاسس سنه 1907. حد يفهمه ان بيتكلم على النادي الاهلي. يا معلم، نادي الزمالك اتأسس 5 يناير 1911. احنا كأهلاوية عارفين تاريخ تأسيس الزمالك وانت مش عارف. يعني دلوقتي لازم يتخصم له احسن من الاستاذ مرتضى منصور، هيطلع هيمده على الهوا. ده بيقول لك وبيمجد في تاريخ نادي الاهلي. ما علينا، بس يا ريت يا ريت حد يفوقه قبل ما يطلع على الهوا. انتوا بتشربوه ايه ولا بيتغدى فين قبل ما يجي؟ اصحى معانا. بس هو على فكرة هو اللي طلع قبل كده وقال لك ركلة الجزاء اللي الاهلي فاز بيها مش ضربة جزاء، والحقيقة اصلا ان الماتش ده ما كانش فيه ضربة جزاء. فهو مش اول وقعة ليه، مش اول سقطة ليه، لكن تعودنا. اما الاخ محمد رجب اللي برضه بيطلع على قناة الزمالك طالع يقول لك الحكم خلاص اتعشى. يا عم ازاي؟ قال لك اصل اللي جابه من المطار الاخ ده اهلاوي وقال له ان هو اهلاوي. طب انت كنت معاهم؟ يعني كنت معاهم سيادتك لما انت طالع تتكلم وبتقول ان الراجل استقبله وتم يكلمه على تاريخ الاهلي؟ ما تصحوا معانا، انتوا بتصطبحوا ولا بتمسوا ولا ايه النظام؟ سياده المستشار لما طلع يتكلم على الحشيش اتكلم على عبد الله جمعه هو ابو الفتوح اللي هم راحوا فين صحيح؟ يعني ده الماتش بكره او النهارده حسب ما ينزل الفيديو ومحدش سمع عنهم حاجه. والاخ والاعلامنا الجميل ايه؟ محدش هيتكلم عليهم. ما شفناش الاخ ابراهيم فايق جاب الاخ بتاع صندوق التعاطي والادمان. انتوا مش فاكرين عبد القادر واحتفال عبد القادر لما عمل على دراعه كده قال لك ده بيحرض على التعاطي والمخدرات والحقن؟ ما كانوش عارفين وقتها ان ده احتفال، ان اللي بيجري جوه وريدي ده تلج او انا ما بيهمنيش. جابوا فيها كل اللي ليه في المجال واللي ملهوش. اما دلوقتي رئيس نادي بيصرح واللعيبه عندها ماتش قمه وهم مش في القايمه ولا اي حاجه. لكن ده اعلامنا الجميل، اعلامنا اللي اتعودنا عليه. اما بكره بقى ان شاء الله القمه، ربنا ان شاء الله ييسر الامور. وفي الاول وفي الاخر دي كوره، مش هطلع زي الكابتن اسامه حسن اقول لك اللعيبه على الارض واضربوا واعملهم. لا، احنا نعمل اللي علينا في الملعب وان شاء الله ربنا يكرمنا ويفوزوا. واللي نفسه في حاجه يجيب قناه الزمالك ويسمع، هيلاقي كل حاجه. هيلاقي ايحاءات، هيلاقي ضحك، هيلاقي كوميديا، هيلاقي بذاءات. بصوا كوكتيل وربنا يبعد عننا المصايب. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ومعلش الحلقه خفيفه كده قبل الماتش، لكن بكره ان شاء الله او بعد الماتش هيبقى لنا كلام تاني. وربنا يا رب ييسر الامور والماتش يكون لطيف وجميل ومبقاش فيه اي حاجه سيئه، عشان منظرنا بس. اما الاخ شيكابالا فبالله عليك يا شيكا، بلاش الجزمه المره دي، اعمل اي حاجه. بلاش تروح للجمهور، بلاش تعمل المصايب اللي متعودين عليها. اما كهربا بقى يا ابني، بص انت قانونيا مفيش منع انك تلعب بكره. المدرب قال لك تلعب، ومهما يحصل من استفزاز الجمهور جمهور يقول اللي يقوله وفي ناس تحاسب. لكن انت في الملعب تبقى مركز علشان ده هيبقى ماتش العمر وتبقى ليله يا كهربا، هتبقى ليله لو هدفت. وان شاء الله اشوفكم بعد الماتش. بس يا ريت بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد.